النقطة دي يعني أفيد للمصري أكتر ما الزمالك فقد نقطتين مضرين ليه. فقد إن هو طبعا المنافسة على الدوري بعدت بشكل كبير طبعا. المنافسة على المركز الثاني إن هو يشارك في دوري الأبطال، مقعد في دوري أبطال أوروبا بعد نوعا ما برضه. أنت ممكن الزمالك بالأداء دوت الزمالك ممكن يفنش خامس أو سادس يا جماعة. أنتوا متخيلين؟ بالأداء دوت إيه الرعونة والأداء دوت إيه ده؟ الزمالك مش قادر يوصل للمرمى يا جماعة. يعني في علامة استفهام كبيرة على بيسيرو. أنت عايز تكسب، بتلعب بليبرو ليه؟ بتلعب بصلاح الدين مصدق، وبتلعب بالديفنس كله، صلاح الدين مصدق وحسام عبد المجيد ورا، وبتلعب ب3 ورا، وعمال ولا انت مطير عمر جابر ولا مطير محمد حمدي. فين انت؟ فين الشغل الهجومي؟ فين؟ انا نفسي اعرف. ويوم ما انت تتجرأ وتيجي تغير وتلعب ب4 تغير في الدقيقه 86 يا فرحه امك بيك. فين اللي انت عملته؟ اللي انا اقول النهارده يا ده بيصير النهارده عمل تغييره غيرت سير المباراه. فين؟ ده انت كنت تلعب ب3-4-3 او 5-3-2. على الورق كان شلبي ونصر منسي قدام. فين؟ يوم ما تطلع منزل الجزيري وطلعت نصر منسي. طب ايه عملت ايه انت كده من عندك؟ ده نصر منسي هو الوحيد اللي عامل لك خطوره جوه البوكس بصراحه. هو اخطر لاعب في الزمالك ودايما عامل ازعاج لخالد صبحي وبهل المحمدي. فين؟ بتطلعه ليه؟ كنت ممكن تطلع واحد من الديفنس وتخلي نصر منسي والجزيري وتبدا تشتغل على الكونتر اتاك وتبدا تعمل كروسات وكثافه هجوميه، كنت ممكن تكسب. لكن انت في رعونه، في عمليه التحضير من تحت للامام، في بطء كبير جدا يا جماعه. لكن بصراحه اداء مخيب للزمالك النهارده بصراحه، رغم ان الزمالك كان احسن، كان اشرس على المرمى. لكن نقطه جيده جدا للمصري في ظل اداء المصري المتواضع النهارده. والمصري كان بيقول لك تعالى اكسبني النهارده، تعالى اكسبني، انت مش عارف تكسبني ليه؟ بيقول لك كده المصري النهارده. فبصراحه نقطتين بيضيعوا من الزمالك في مشواره في مسابقه الدوري المصري الممتاز. ولو الزمالك بالاداء ده وبالمجموعه دي على طول ده ممكن يفنش خامس وسادس في نص الجدول. حاجه غريبه النهارده بصراحه. يعني جمهور الزمالك يطلع من حزن لحزن. السلام عليكم.